فأنا عايزة في اليوم العلاقة 4 5 6 مرات. جوز العمود بتاعه صغير قوي، أنا متجوزة من 4 سنين، وهو للأسف عايزة مرة واحدة علشان ما بيقدرش. دقيقة والاقي طرطشهم، يعني المية نزلت. عنده سرعة في اللعب، انتوا طبعا فاهمين. فبدأت ان انا ادور على عمود كبير، ان انا بحب الموضوع ده قوي، انا بعشق العلاقة. عشان كده كنت عايزة عمود اكبر باللي انا كنت بشوفه. بصراحة لان الامدال الكبيرة هي اللي بتظبط وهي اللي فعلا بتساعد وبتروق. المهم، اول ما جوزي كان بينزل الشغل كنت بفضل في البيت بقطع في نفسي. ففكرت، قلت لما ينزل جوزي انا هنزل هدور لي على عمود كبير، لاني فعلا انا محتاجه العمود الكبير ده قوي. بصراحه انا مش عايشه حياتي، وحقي ان انا اعيش حياتي. لو انت عندك مشكله كان لازم تعالج نفسك منها. انا كنت ساكته، انما خلاص فاض بيا. وفعلا لما نزل جوزي على الشغل رحت متشيكه ولابسه اجمل ما عندي، لبست العبايه السوداء بتاعتي، وبعدين نزلت رحت كافيه في مكان عام، وانا ببص حواليا كده على اساس ان انا الاقي راجل وعليه لايم. ولكن للاسف حتى المكان العام اللي روحته والكافيه ورحت الحديقه مفيش ولا واحد لقيته عجبني. تمام، انا كنت عايزه حاجه معينه كده، حاجه ارتاح لها وحاجه احس بوجودها. انا وراجعه بعدين كان في عندنا بواب في العماره، قال لي يا مدام عايزه اي حاجه، محتاجه اي حاجه؟ قلت له الحنفيه بتاعه الحمام بايظه وعايزه سباك يجي يصلحها قبل ما يجي جوزي. قال لي لازم اشوفها علشان تقدر ان انا اجيب لك حد مناسب للحنفيه دي. قلت له مفيش مشكله، تعالى اتفضل. بعدين طلع معايا فوق، انا طبعا فتحت الشقه بالمفتاح لاني عندي المفتاح. قلت له تعالى شوفها. المهم البواب دخل وراح جوه في الحمام. قلت له تعالى شوف الحنفيه، فتحت له الحمام ودخل. قال لي فعلا عايز سباك لانها مسربه. قلت له فعلا مسربه. اي حاجه الغريبه بقى، طبعا عندي حنفيه في الحمام مسربه، يعني لو انت مثلا دخلت قصادها هتدعك هدومك ميه وكده. فالمهم هو طبعا دخل يشوفها، قال لي لحظه ما احاول فيها، عندك مفتاح؟ قلت له عندي مفتاح، واديت له مفتاح ان ابو خرز ده. المهم فضل يحاول فيها يمين شمال شمال يمين. قال لي ربما تكون المشكله مش محتاجه سباك وانا عندي خلفيه. طلع عادي مش مشكله صلحها. المهم اديت له المفتاح، يمين شمال شمال يمين، اخد نص ساعه. المهم انا جهزت له كوبايه شاي تقيله، رحت وديتها له يعني في الصاله. قلت له بعد ما تخلص اخرج علشان تشرب كوبايه الشاي دي. قال لي تتعبي نفسك يا مدام، مش مستعلق. قال لي خلاص انا قربت اخلصها وكده. قلت له لا، ازاي ده، انت كفايه انك انت قدرتني، واشرب الشاي بعد ما تخلص. قال لي تمام. المهم فضلت قاعده في المطبخ بجهز الاكل، ولا ليا ولا عليا. وفجأة سمعت صوت البواب بيقول لي أنا خلصت يا مدام. قلت له أنت خلصت؟ تمام، اشرب الشاي عندك في الصالة. المهم فضل يشرب الشاي. أنا كنت طبعا كنت في الوقت ده في المطبخ، كنت بخلص تقطيع بطاطس وبعدين هخرج. المهم قعدت شوية في المطبخ، خلصت تقطيع بطاطس يعني يدوب 7 دقايق، وبعدين خرجت في الصالة. جيت البواب واقف قدام باب الحمام، حتى الشاي ما شربوش. سألته انت ما شربتش الشاي ليه؟ قال لي انت مش شايفه شكلي؟ قلت له مالي فضلك. رحت بصيت عليه ده المره التانية، لاني اول مره ما خدتش بالي. لقيته رافع، كان لابس جلابيه، لقيته رافع الجلابيه والكلسون باين. طبعا بسبب ان الحنفيه كانت مسربه والميه نفسها جت عليه. طبعا انتوا عارفين اللي بيصلح حنفيه بيتبهدل الميه وكده. المهم لقيت ان هو يعني كله على بعضه كده ادعت ميه. المهم طبعا رفع جلابيته عشان خاطر ينشفها وكده. وفجأة الاقي عمود كبير وعريض وبارز قوي من الكلسون. بصراحة انا استغربت، قلت معقولة اللي انا بدور عليه الاقيه مع